الأستاذ شادي عيسى أتحفنا في فيديو جديد بيتكلم فيه عن النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب والاستاد ومحمد علي اللي هو رئيس شركة القلعة الحمراء. تعالوا نسمعه بيقول كده عليهم ونرجع لبعض تاني. ان انا صعبان عليا الكابتن محمود الخطيب بجد والله. ليه؟ اولا مش عشان مرض، ربنا يشفيه عنه وان شاء الله يقوم بالسلامه ويرجع لاهله وكل حاجه، عشان يثق في محمد كامل ثقه شديده. محمد كامل على فكره عبقري، عبقري بمعنى كلمه عبقري، ومعلم ويعلم ويدي دروس في انك تقدر تصنع امر من لا شيء وتخلي الناس كلها تنبهر بيه وتشوفه بعينيها وهو مش موجود على ارض الواقع. عبقريه غير مسبوقه، ولا يوجد في جمهوريه مصر العربيه ويمكن في الوطن العربي كله زي محمد كامل. ويقدر يبيع لك الهوا في ازايز. خلاص. هو الاستاد الاهلي الجديد ده يقول لك 4 سنين وهيبقى 42 وهنقعد بعد شهر، لا دلوقتي لا الحفر بدأ ومش عارف ايه. مفيش الكلام ده خالص، هتاخد سنين السنين السنين. لكن محمد كامل دايما عنده الابداع ده، ابداع. عشان كده بقول لكم صعب عليا الكابتن خطيب انه مصدق ان كامل يعمل له في 4 سنين الحاجات دي. كنا يا ريت، على فكره انا عاوز النادي الاهلي يعمل استاد، حاجه كويسه ويبقى عندنا استادات وعندنا، وده يفتح كتير من الامور. لكن محمد عبقري في الموضوع ده، في انه يعلب الهوا في ازايز. زي ما سمعتوا كده الأستاذ شادي عيسى صعبان عليه كابتن محمود الخطيب من اللي هيعمله فيه محمد علي رئيس شركة القلعة الحمراء. صعبان عليه، مش مرض الكابتن محمود خطيب اللي صعبان عليه، لا، صعبان عليه اللي هيعمله فيه محمد علي. يعني الموضوع ده مقسم لكام جزء. يعني اول جزء فيه ان حضرتك سايب مشاكل الزمالك وسايب فشل التعاقدات وسايب تجديد اللاعبين اللي عندك، وان انت مش لاقي لهم فلوس تجدد لهم، وان انت جبت جروس قعد على الدكه كام يوم وخد بعضه ومشي، وبعد كده رحت جبت بيسيرو وسبت لجان الانقاذ وسبت الممثلين والمنتجين اللي داخلين خارجين في النادي رايح جاي، والمشاكل اللي زي من هنا للسقف. سبت كل ده وحاطط عينك على محمد علي رئيس شركة القلعة الحمراء اللي بيأسس فعلا دلوقتي استاد الأهلي. كل اللي شاغل بالك وجنك انشاء الاستاد بتاع النادي الاهلي، وان محمد علي بيبيع لنا الهوا في ازايز وبينصب على الكابتن محمود الخطيب، وان مفيش حاجه يعني، بس هو ذكي ومهارته العاليه في النصب ان هو بيعمل لك شيء من لا شيء. طيب الجزء الثاني، حضرتك المفروض عليك ان انت يعني عشان تقنع جمهورك تثبت ده، يعني ان انت تقنع الاهلاويه يعني ان الراجل ده نصاب وان مفيش استاد، وتعمل حركه ونمره حلوه كده. تعمل ايه بقى حضرتك؟ تنزل كده من بيتك الصبح تبقى فطران وتمام وشارب شويه القهوه بتوعك الحلوين، وتنزل تاخد عربيتك تربط حزامك. واهم من ده كله بالاول ان انت تعقد النيه السوء، تعقدها كده في قلبك، تقول انا عقدت خلاص النيه السوء النهارده دلوقتي ولازم اتوجه للشيخ زايد، وتاخد عربيتك وتطلع للشيخ زايد وتطلع موبايلك الجميل. ولا مش معاك موبايل؟ اكيد معاك موبايل. طلع موبايلك الحلو وتصور كده، تقول بصوا يا جماعه، مفيش شغل، مفيش حفر، محمد علي بينصب على كابتن محمود الخطيب. نصدقك نشيلك على راسنا من فوق، نقول الراجل دون فعلا فعلا قلبه على النادي الاهلي وقلبه على جمهور النادي الاهلي. ده الجزء الثاني. طب الجزء الثالث والمهم، يعني احنا طالبين من حضرتك ان انت تسلفنا، ما دام الموضوع كبير كده ومحتاج سنين وسنين وسنين وسنين، فممكن تسلفونا الاستاذ عمرو الدرديري. الاستاذ عمرو الدرديري وهو مع امير هشام في البرنامج بتاعه حل كل الاجراءات اللي في الدنيا كلها في 5 دقايق، حلها كلها. النادي الاهلي خد كام سنه عشان ياخد تراخيص وفحص تربه وتراخيص مباني وارتفاعات وتعاقد مع شركات عالميه ورعايات وحاجات عشان خاطر يعرف يلم مبلغ الاستاد. يعني شوف خدنا سنين في سنين، وما شاء الله عليك عمرو الدرديري بتاعكم حلها في 5 دقايق. في 5 دقايق
قال لك ان شاء الله استاد الزمالك في رجل اعمال هو اللي رجل اعمال هو اللي قائم بالموضوع دون، وان شاء الله هينشئ الاستاد على 2026. يا حلاوه، هو انتوا ما بتزهقوش؟ يعني اللي انتوا فيه ده ما بتزهقوش منه؟ يعني كل حاجه اللي الاهلي يعملها، اشمعنى انا وانا زيه؟ اهلي يجيب مش عارف إيه وانا زيه، اهلي وانا زيه، اشمعنى انا؟ ما يا سيدي حل مشاكلك، ده انت لسه واخد قرض ب 250 مليون جنيه. استاد ايه اللي هتعمله في اقل من سنه من هنا 26؟ انتوا للدرجات دي بتستخفوا بعقل جمهوركم؟ يعني بلاش احنا كده كده ولا شايفينكم ولا سامعينكم ولا مجلس اداره ولا جمهور وده مش تقليل من نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير، انا ما بقللش، بس احنا باصين في ورقتنا، باصين لنادينا. خلي محمد كامل كده يضحك على النادي الاهلي، مش هيقعد في البلد دي اسبوع واحد لو كان فعلا زي ما انت بتقول. انما الموضوع مش كده خالص. الموضوع اصل كابتن الخطيب مش اهبل يعني، في لجان وفي متابعات وايه اللي جرى وايه اللي تم. اذا كنت انت بتراهن على تغيرات سعر الدولار، فممكن الاجراءات بتاعه الاستاد تقف شويه تتعطل، عشان لو الدولار طلع شويه او نزل شويه، ماشي انا معاك تقول كده، ماشي. ممكن بعد فتره صغيره الاستاد يتعطل شويه، يزيد شويه عن 200 اسبوع، مفيش مشكله. انما تقول مفيش حاجه من الهوا، يا راجل يا راجل، هي الشيخ زايد بعيده؟ هناك اهي، خد عربيتك وروح وصور، قول بص بيضحكوا عليكم وبيبيعوا لكم الرمله ويقول لكم هنعمل لكم على الرمله دي استاد. يا راجل بقى ارحمونا بقى، ارحمونا حرام عليكم، والله على قد ما ضحكتونا بتتعبونا.